يقول: دعا عبيد الله بن زياد بحجام فقال له: اقطع لحم الحسين. ولغوده هذه. فقال عمرو بن حريث: اعطني الله. اعطني اللحم. قال: ما تفعل به؟ قال: أدفنه. حتى إلى الآن هذا اللي يقطع لحم الحسين متطرف، واللي ياخذه هو من جماعة عبيد الله بن زياد ياخذه يدفنه، هذا معتدل. ما قطع لحم الحسين لولا عمرو بن حريث وشبث بن رعي وأمثاله يسمونهم معتدلين. طبعا بما أنه احنا ورا العاشر، أنا أخليك في الصورة حتى شجر الأراك لسيد صالح الحلي رحمة الله عليه هي من هالمضمار. لا أنا صاحب صوت جميل فأجري على ما جرت عليه الشيعة، ولا أنا قادر أستوعب هذه الحادثة، لأنه الجماعة كأن بعضهم يعتذر لعبيد الله بن زياد، يقول يريد يقعد الرمح، لأن هنا هذا الرمح منين يطلع؟ إذا تخليه هنا يطلع من الفم. فالرجل شال اللحم اللي هنا حتى يدخل الكلمة الثانية: فرفع من لحم الحسين ونخاعه ولغوده. طبعا حتى الأطفال اللي قاعدين أريد يستيقظ بهم شعور هذا أي إنسان اللي يسوي هيك. وأنت شلون يجب أن تنظر له؟ يجب أن تبغض كل ما له علاقة به، حتى الذي يخطئه لكن يراه سلطة جاء بها الأمر الواقع الغلبة، هذا مكنه من قطع لحم الحسين.